أهلا. بدنا نسألك سؤال، هل صحيح المرأة بتشعر بخيانة الرجل وإن لم ترى بعينها؟ صحيح. صحيح؟ ما عجبك السؤال؟ ايه ما عجبك السؤال؟ ما عجبنيش اشي. طيب كيف بتشعر؟ برأيك؟ من حركاته. من حركاته بتكون لهالدرجة انها مثلا حفظيته بتكون لهالدرجة انه مثلا متناغمة معاه بتفاصيله كثير لهالدرجة؟ شوف ولا في حاسة سابعة بقولوا؟ ما جربت الموضوع. ان شاء الله انك ما تجربي. بتوقع انه من الحركات انه ممكن يبعد، بطل يحكي زي قبل هيك يعني. هل شعرت بهذا الشعور قبل هيك؟ لا. ابدا؟ ابدا. شو رأيك؟ معقول المرأة بتحس؟ هو الموضوع مش انها لأنه تحس، كثير بصير مشاكل بتقول لك أنا الموضوع حاسة. مش تحس ولا لا في الاشي نفسه. هي الفكرة انه الواحد لو بده يخون تمام بيتغير بتصرفاته اصلا. بتغير بتصرفها. فهو بتغير بتصرفاته بتحس انه تغير. فشو السبب بده يكون؟ التغيير. يا انه معش مصاري ايوه يا انه هي مزعليته، يا انه هو بخون. اما الحاسة السابعة زي ما بقولوا مش موجودة يعني. انا بقتنعش بهالقصص صراحة. ما بتقتنع. لا لانه المسلسلات صراحة كثير هي المسلسلات اللي بتسوي فينا زي هيك بشوف صراحة. طيب هل عمرها انها مثلا غارت عليك او عمرها مثلا نبهتك انت متغير علي، انت مثلا تعمل اشي من وراي؟ صراحة لا هذا شيء بكل العالم يعني موجود. انت ليش بتتغير علي او انت ليش بتتغير او كذا. بس طيب مثلا انت مثلا ماشي زيك بالشارع وتفرجت على حدا مثلا معين، ما بتقول لك عينك وين راحت؟ انت مش كويس. بصراحة لا. ابدا؟ اعترف لا بيش اعترف بصراحة. بالعكس احنا بنتفرج على العالم وبنكون بنضحك كمان. تمام. طلع. عادي بتقولي له خذ راحتك. لا بحكي له شوف ايش شفت. الله يديم المحبة بيناتكم ويديم الوفق بيناتكم.